موسم العمره ابتدى، ربنا يكتبها لنا جميعا قريب ان شاء الله. هقول لك على شويه حاجات تاخديها معاكي تنفعك هناك وتوفر معاكي، بس ابقي افتكريني وادعي لي عند الحرم. الكلام ده يتعمل لو هتقعدي 10 ايام او 15 يوم. هتبداي تحضري شنطتك بقى بالراحه، تاخدي معاكي 5 عبايات بترحم وشرابات تقيله، وما تنسيش البنطلونات تحت العبايه، وجلابيتين او 3 خفاف تنامي بيهم. قبل ما تسافري اقلعي دهبك وسيبيه كله في بيتك، وهتبدلي فلوسك من البنك او الصرافه في مصر. طبعا بما انك دافعه شيء وشويات والدنيا بقت نار مع فرق العمله، هتاخدي معاكي من هنا الاكل، معلبات، تونه، فول، مربى، وشويه جبن وشاي وسكر وقهوه وينسون ونعناع وشويه قراقيش كده، بقسماط، بسكوت بالعجوه. وبلاش تاخدي عيش، هناك هاتيه صابح بصابح احسن. في ناس بتاخد بوتاجاز صغير تسخن عليه الحاجات اللي هي عاملاها زي فراخ، كفته، لحمه، بتبقى عاملاها وسايباها في الفريزر وتطلعها على التسخين والاكل. بس انا ما افضلش ده علشان الامان في الطياره والوزن الزياده. وما تنسيش تاخدي كوبايات واطباق ومعالق وشوك بلاستيك. اشتري صابونه من غير ريحه وشابه من عند العطار، والشابه علشان تستخدميها وقت العمره بس، عشان ما ينفعش تحطي مزيل عرق او تحطي حاجه بريحه. ما تنسيش حاجتك الشخصيه، فرشه السنان، المعجون، فرشه تسرحي بيها شعرك، توك ومقص. وما تنسيش تقصي ضوافرك قبلها، وخدي القصافه معاكي احتياطي لعل وعسى ودنه طلعت لك كده تشيليها. وما تنسيش الفوط اليوميه ولبس قطن وشبشب الحمام. وما تنسيش الشرابات التقيله اللي قلت لك عليها عشان المشي في الحرم كتير، وفي ناس بتشتري خف عشان بيبقى اريح للرجل. وما تنسيش المناديل والوايبس والصن بلوك ونضارتك الشمس والنظر لو بتلبسي نضاره. وما تنسيش اهم حاجه الادويه، مسكن، ولو في ادويه بتاخديها بانتظام اعملي حسابك وبزياده كمان. وما تنسيش ادويه المغص والبرد والاسهال، وادويه للحساسيه، وعلبه صغيره للاسعافات الاوليه. ولازم يكون معاكي خط تليفون علشان لو تهتي من زمايلك او احتاجتي حاجه. وده اوعي تشتريه من المطار اول ما تنزلي، اشتريه من عند الحرم او من اي محل حوالين المكان اللي انت قاعده فيه. وانت رايحه الحرم خدي شنطه خفيفه معاكي على ظهرك، خلي فيه فلوسك وموبايلك والباسبور والكارنيه اللي هتوزعه عليكي شركه العمره، وشال خفيف كده وانت رايحه تصلي الفجر، وممكن ترمس صغير وحاجات خفيفه تاكليها وازازه ميه لو انت هتقضي اليوم كله في الحرم. في الاخر عايزه افكركم ان احنا مش طالعين رحله، يعني مش طالعين ناكل ونشرب ونشتري ونفاصل، احنا رايحين علشان نستمتع بحاجه ربنا يكتبها لنا كلنا. وخلي بالكم من نفسكم وتروحوا وترجعوا بالسلام.